السلام عليكم جميعا، جميع المتتبعين المتتبعات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تسمعوا معايا هذا الفيديو. هذا اللي دابا غادي تشوفوه هو للعبره وماشي للفرجه. وهاد الفيديوهات الاخيره اللي وليت كندير لكم فهما بالاساس للعبره، وحنا لا بقينا كنشرو بحال هاد الفيديوهات هادو راهم من اجل التوعيه فقط لا غير. فالانسان كيف ما كنقولوا لما نشوفوا مصائب قوم راه لابد حنايا نستافدوا من ديك المصائب هذيك ومن ديك المشاكل اللي كتوقع للناس وتكون عبره لينا، وناخذوا منها التجربه. هي وقعت للناس لكن حنا ناخذوا منها التجربه ونتعلموا منها الدرس. فهذا الفيديو راه يعني فيه بزاف ديال العبر وبزاف ديال الامور اللي لازم ناخذوا بها، واللي هي هاد القضيه ديال التيك توكر الملقبه بملاك. كيفاش هاد الصحفي كيعاود انطلاقا من الروايه اللي قالت له البنت اللي كانت حاضره. فلابد بعد اول حاجه نشيروا لها هي ان الروايه ممكن تحتمل الصح وتحتوي يعني تكون تحتمل عفوا الصح وتحتمل الخطأ. المهم الحاجة الوحيدة اللي خاصنا نعرفه هو أن أي طريق فيها الفلاس وأي طريق فيها ارتكاب المعاصي والذنوب فهي كتقود صاحبها إلى الهوية. وهذا الأمر هذا قلناه ما مرة ما جوج بزاف ديال العبر. وهذه المسائل هذه الصراحة واضحة وبينة، لأن كما كنقولوا الحلال بين والحرام بين. ما يمكنش الإنسان يكون غادي في واحد الطريق خايبة وغادي ترجع عليه بواحد النتيجة مزيانة، وما يمكنش الإنسان يكون غادي في الطريق زوينة وما غاديش تنتج حاجة زوينة من وراءها. فلهذا الإنسان ضروري يتحلى بالأخلاق ويكون عنده وازع ديني وتكون عنده القناعة بالأساس في الرزق ديالو. لأن للأسف شفنا يعني شابات مغربيات كينساقوا وراء الفلوس، وراء يعني مغريات ديال الحياة. وهذا هو المصير هو أن خاتمة ما زوينة. ونتمنى الله يغفر ويصلح شباب وشابات جميع المسلمين يا رب. فنسمعوا جميع المعطيات اللي خرج بها هذا الصحفي هذا. ملاك الكوثر غتقول لها فين كالزين، هذا هو الميساج اللي صيفطته. قالت لها رحنا عند فلان، قالت لها فين بلاصه، قالت لها رحنا جالسين بخير وعلى خير. قالت لها اش تيدير، قالت لها والو كنسيت الطريق راجل كبير ما كيبدا. هذيك البنت عندها ايديس، سميتها عندك شي طلبه تسوقها البنات سميتها ايديس. قالت لها رحنا عندها ايديس. جات ملاك قالت لها راني ما عارفاش فين كاين. قالت لها الخوان صيفط لك جي بي اس لوكاليزاسيون ملاك راه كانت في عيد الميلاد، شدوا معايا، كانت في عيد الميلاد. ومن بعد ما عيد الميلاد يكون فيه يقدر يكون فيه الشراب، يقدر يكون فيه، ولكن شنو غادي يقدر يكون فيه؟ غير الكاطو والحلوى. ملاك تقدر تما انها تناولت مع صحابها واحد لاجونيس وهنا جالسين مليحين تيشربوا. اش غتلقى؟ تلقى الويسكي، تلقى هذه، تلقى، ولكن غادي تلقى الاغلبيه غير كرواسون هذه حلوه غادي تاكل مع الشرب مع الويسكي وهذوك الحلويات غادي يروحوا لها قلبها. هي من بعد ما دخلت عند الشرايبي لقات صحاباتها جالسين، مرسل الشرايبي جالس بوحدو وصحاباتها بجوجهم مريحين. اش كيتناولوا؟ تيتناولوا الويسكي وخطره تيديروا تحت اللسان سميتها هذيك ليريكا. هما عارفين هذا العالم بانه راه الا درتي ليريكا تحت لسانك وشربتي عليها الويسكي راه كتحيدي ديك الحشوميه وكتخليك انك تتفاعلي مع نبات يسمى بالزلال حسب هواه. جات هي من بعد ما انها وراوها هذاك السيد هذا اللي مات عند الشرايبي، وراو داك التيك توك ديالها وهي زينه البنيه بيني وبينكم. اي واحد كان مقصر مع صاحبته وقالت له واش تجي هذه غتقول لها قول لها تجي. بلا ما نبقاو عاوتاني حنا في ذاك العالم ديالنا وعادي وعلاش جابتها واش دعا تنخرطوا مع راسنا. هي لقات الماكله ولات كتاكل لدرجه البنات بقيتي تغمزوا عليها ويلي حشمتنا قدام الشرايبي ويلي جابتنا ويلي. هي كانت في عيد الميلاد اللي قالت لها انا ماشي عند الشرايبي، فهمتي؟ راه كانت مسكينه راه عيب طالع هذا الشيء كاع ما نديروش فيه احنا في المهندي تشريبي. واجي واحد طالب عليك سال الفيلم ويقول الله يخرج العاقبه بخير. انا نبقاو ديك اصحاب الملايين صافي الراجل نلعب زباله كايده ديال الطلبه الخاويه. لان ملاك اغتصبت او مارست بواسطه آلة حاده. الشريبي متعدى دخلت ملاك لقات
كاين وحده راه بنت بنين والاخرى راه بنت واتزم، وبنت واتزم راه قاريه حتى القطر اليماني، راه بنت بنين مسكينه اللي تشدت معاهم راه قاريه حتى التروازامين ديال لافاك. لكم الاتهامات هو تيقول لك انني عمرها ما شفتهاش وما كنتش تنستعملها، شربت تنشرب، انا درت العلاج ديالي بخير على خير، البنات عيطوا لها هذيك جات، ولكن كوثر واجهته قالت له لا انت اللي جبتي لي كوكايين بقاو تيشربوا. ولكن بيني وبينكم شد معايا دابا، مالك الله يرحمها شافوا البنات بانها ولات كتستعمل هي اللي ركب واحد الطريقه غريبه، كان هو الشرايبي مليح وحاط قدامه هذاك النوع ديال الشراب ديالو تيشرب، ولكن قراتهم هما راه بوحدهم. بيني وبينكم هنا بالخط العريض، فين كانت مالك قبل ما تجي عند الشرايبي؟ شدوا معايا هذه، فين كانت مالك؟ اش من عيد الميلاد؟ شكون هو هذا عيد الميلاد؟ علاش ما نعمقوا البحث مع امها اللي قالت لنا بنتي مشات تقصر في عيد الميلاد؟ هي كانت في عيد الميلاد حيت جات شربوا هذاك ليريكا عطى المفعول ديالو ورقص تما وعرفتي والقطعه، واحد اللحظه بقات تشطح مالك بواحد الطريقه. انا الشرايبي غادي يتكا ويبقى تيشوف مالك يلاه هادي شي 6 شهور ولا 4 شهور باش جات تمشي ولا ما خاليش، الله يرحمها مسكينه. مالك العاب عليها بزاف ربما شربات هي في عيد الميلاد وبقات عاوتاني كملات مع الشرايبي، ولات وكأنها استاذه ديالهم. تقول كوثر صاحبتها وبقات تشطح بواحد الطريقه وهما جالسين تيشطحوا ديك الطريقه ديال الاوريكا ولا لوركا ولا انتم عارفين هذيك. مالك دخلات في واحد الهستيريا وقت كيساوي لي في ديال هذاك المفعول ديال سميتو ديال اوريكا والغبره اللي مازال اتهامات لحد الساعه حتى انا نشوش على التحقيق. كاين دابا اتهامات ما بين شكون اللي جا الغبره، اما الغبره كاينه لان حتى جا التحقيق لقاو ولا طرد الغبره ولقاو دوك تيسموا. هذه الحقيقه اللي تستافد منها انت وانا وخليونا نقطع البروتوكول اخبار خاوي. غادي قول لي اجيب شكون فيكم اللي غادي دابا يشوف داك التصاور ديال مالك الله يرحمها وكي تشطح وكتغني وكاينه هنايا وتقول لك انت المراه هذه بنت مسكينه بقات في الزنقه واش ندخلوها ولا لا؟ دخلها هي وتيك توك هذا لكم نناقشوا حكايه بحال عائله وحده تناقشوا، اما باش تبقى عليا واش يبغيو غاديه معاه ولاو الشباب دابا بغاو الميمات صافي سنى الفيلم الشباب بغاو الميمات دابا جيها واحد العرس هدايا دابا نمشيو الله راه سمعت البنت ديال واحد القاعه غادي تلقاها كبيره منه غادي يرتاح الصغارات مشاو عند الشوادم بديك الطريقه. مالك الله يرحمها هي كانت مالك مشات لاسطنبول ولا قدت الشنايف ولا شي مالك كانت مشات لشي بلاد ما في الخليج صحابات مالك بجوج تيقول لك نحن بائعات الهواء راه ماشي تيمكنوا تيقول خطفنا شرايبي بقاو تيشطحوا شويه مالك بقات تتقيا. ايوا هادو البنات كبروا ليها الماء تسكات هي مالك في القنت وهما بجوج تسكات بوحدها وبقات تدير ديك التليجو مع الفلفله اللي شدتها. كوثر وصاحبتها بقاو جالسين مع الشرايبي تيهضروا واحد اللحظه مالك كبوا عليها الماء غطاوها مشاو داوها الناس بجوج مع الشرايبي مشاو دخلوا لبيت الناس عند الشرايبي. مالك كوثر كتقول مالك غطيناها من بعد ما شداتها الفلفله غادي ينعسوا. الام ديالها بقات تقول لك بنتي مشات لعيد الميلاد واحد القصر ماشي قصر ما حتى حاجه هو واحد الدار هي ابارتومون جايه في وسط شركه فيها شي 3 البيوت فيها واحد 3 دار تيهز فيها ولان هو قال لك هنا تنقصر. هنا اخي المتتبع الكريم غادي ينعسوا شفتوا ديك الطريقه اشنو غادي يوقع؟ كثرت الضربه اللي بقات تترك هي وتتقفز هكا هي وتضرب بالكبيره لانها تسقي مالك غادي تنقصر. مالك زرقت لها الركبه سكت عيطات وكوثر قالت لها ضربتني ركبتي بزاف كوثر حزنات لها الركبه. هذيك الزروقيه هي اللي شافت تما هذيك الزروقيه هي اللي شافت تما ملي قالت لك راه شفت بنتي زرقاء هما من بعد ما نعسوا وحزموا لها رجلها ومشاو جلسوا مع الشرايبي في الصباح غادي يفيقوا. هادشي راه القصره بقات غادي حتى 6 الصباح. هنا غادي يفيق الشرايبي غادي يعيط العساس ديالو غادي يجيب طاجين والمستلزمات ديالو غادي الله يبغي يحلو غادي يقولوا فيقوا مالك غادي يعملوا مالك. اول حاجه غادي يشوفوا واحد الخط احمر اللي يجوز طينيه قضيه ولات ويلي ولا تيفيقوا واش يشوف واحد الزروقيه هنا ويلي. هنا حيت قالت لك ما راه كان جالس واحد الراجل تيشوف فينا وجالس بالكرسي غادي يداشوا هما 3 غادي يعرفوا واش الموت هادي واش ما تمسح واش الروح طاحت وتصور انت غادي تقصري ولا انا غادي نقصر ولا خلينا دابا نقولوا لا هي انت تصدق هي ميت هذاك. هنا الشرايبي ما ظنش بانها مات هز التليفون عيط الاساس ديالو جا الاساس وقف الاساس ما وقف كوثر قالت لهم عيطوا للبومبيه والبوليس. الاساس قال لها لا اصلا نشوفوا شي حل. الشرايبي قال لهم نقلوها سير ديوها شي كلينيك لان هو تيقول كمان مات الشرايبي وعيط على كوثر وصاحبتها اللي ما عقلش على السميه ديالها قال لهم سيروا فيقوا مالك ما قداش تفيق بقاو تيحركوها مالك ما فاقتش. هنايا غادي يتخلعوا غادي يجيو غادي يشوفوا بان عينيها بحال حله واحد العين وفيها شويه الحموريه هكذا. هنا تخلعوا كوثر قالت لهم نعيطوا للبوليس ونعيطوا للبومبيه. سميتها صاحبتها قالت لها نعيطوا الاساس حيت جا قال لهم عافاك طريتو
الشرايبي تيقول لهم نديوها لشي كلينيك، ولكن الموت ما نواش بان غد. ولكن ما تبادرش للذهن ديالكم كيفاش ان مين ملاك وصلت للجثه قبل من البوليس، كيفاش مين ملاك وصلت وعرفت لا بوزيسيون فين كاينه بنتها قبل من رجال الامن، رغم ان ملاك اتحدى شي واحد يقول لك انت تقصر عن الشرايبي اول مره غادي تجي، لان قالت له الاخرى صيفط لي اللوكاليزاسيون ديالك فين راكي مقصره، راه كنهضروا. هذه الحقيقه، وهذا الشيء يوقع لاي واحد. خلينا دابا زعما تنقولوا واو بابا زعما حميد زعما راه هذا الشيء عادي، هذا الشيء راه الله يستر. دابا التساؤل لان هذاك النهار تتقول لك دخلت القصر، بصح راه ما عمر مالك ما دخلت لتما، لان مالك قالت الكاونتر صيفط لي اللوكاليزاسيون، ولكن امها كتقول لي بان ملاك مشات لعيد الميلاد. انا اريد ان اقول شكون عيد الميلاد اللي كانت فيه مالك؟